كيف أعلم ولدي أو بنتي كتابة حرف الدال من الاتجاه الصحيح دفعة واحدة على السطر؟ طبعا أنا سويت لكم الورقة هذه، نقطت لكم حرف الدال مجرد وفي آخر الكلمة قبل متصل 5 صفوف. طبعا تحت الكتابة بدون تنقيط. طبعا هنا فوق نقطة البداية خليت حجمها أكبر، عشان وانت تعيد على التنقيط تقول ولدك ان هذه النقطة الكبيرة هي اللي نحط القلم فيها، هذه نقطة البداية. طبعا صغرت الخانات عشان اجبر الطفل انه يصغر خطه اللي خطه كبير. تلقونها في قناتي في اليوتيوب، اسم المقطع كتابة حرف الدال. تحت في صندوق الوصف تلقى الرابط، ادخل على الرابط تلقى الورقة هذه اطبعها، او في قناتي في التليجرام. طبعا راح انزلها فيها. قناتي في التليجرام وقناتي في اليوتيوب باسم احمد حسن الغامدي، وصورة العرض نفس صورة العرض اللي في التيك توك. طيب، حرف الدال من الحروف السهلة اللي ما تحتاج تجزئة، لأني أنا في حرف الميم في مقطع سأله جزأت حرف الميم لأنه صعب على بعض الأطفال، لكن حرف الدال من الحروف السهلة اللي ما تحتاج تجزئة. سويت له هنا حرف الدال منقط، وسويت نقطة البداية بلون مختلف أو تسويها حجم أكبر. طبعا دائما أنت عيد على النقاط قبل ولدك، اكتب قبل ولدك وكرر، لأن ولدك قاعد طالع فيك بعد شوي بيقلدك. والتكرار هذا يخليه يحفظ وين نقطة البداية، من وين أبدأ وين أنتهي. طيب، أيضا لا تكتب وانت ساكت، يعني وانت تكتب تكلم، اشرح لولدك. اجي مثلا انا ولدي قاعد يطالع فيني وانا اكتب، اقول له والله شوف هذه النقطه اللي لونها اخضر او هذه النقطه الكبيره، هنا نحط القلم. طيب، امشي مضبوط على النقاط. شوف حرف الدال خط واقف وخط نايم، خط مو كبير مو صغير، وسط. اقول له مو كبير مو صغير، وسط، عشان ما بعد ما يسوي لي الخط الواقف كأنه حرف ألف يطوله. أقول له مو كبير ولا صغير. أنا شوف قاعد أوجه ولدي وأنا أكتب. طبعا أنا ابتعدت عن الكتابة هذه المطبعية اللي من فوق يكون حرف الدال معكوف ومدري إيش هو. أنا قاعد أعلم يا أخوة، قاعد أعلم طفل صغير، فالمفروض أني أبسط له الكتابة وابتعد عن الكتابة دي المطبعية. طيب، أنا الحين أعدت على الدال مجرد، لكني أنا عدت مرة واحدة. أنا هنا كمثال لك، لكن أنت عيد في ذا الورقة أقل شيء على صفين ولدك يطالع فيك عشان بعدين يقلدك. هذا الدال اللي في آخر الكلمة قبل متصل لحد الآن أنا ما جيت، أنا قاعد أركز مع ولدي على الدال المجرد، ما أبغى أكثر له معلومات إلين يضيع، فأنا أركز له على هذا. طيب، أنا عدت صفين أو 3 صفوف، ولدي طالع فيني. طبعا أنا طبعت الورقة دي مثلا نسختين، نسخة لي ونسخة لولدي. طيب، بعد ما أنا عدت على النقاط أجي أجرب ولدي، لأن بعض الأطفال ما شاء الله ذكي وسريع، يعني يلقط المعلومة بسرعة. أجي أجربه، يلا حط القلم على النقطة الكبيرة. هو شافني وأنا أعيد على 3 صفوف. يلا ننزل تحت نمشي على النقاط. طيب، والله ولدي لاحظت أنه عاد مثلا صف أو صفين مضبوط، قاعد يحط القلم في النقطة الكبيرة وينزل ويمشي على النقاط مضبوط. طيب، أجي هنا تحت أنا أكتب له بدون تنقيط. طيب، أجي أقول له يلا نسوي حرف الدال، خط واقف وسط مو كبير مو صغير، وبدون ما أشيل يدي. أقول بدون ما أشيل يدي، وخط نايم برضه زيه مو صغير مو كبير. طيب، الحين خلصت أشيل يدي. شوف قاعد أوجه ولدي إيش أبغى منه أنا، لأني أبغاه في الأخير يكتب حرف الدال دفعة واحدة بدون ما يشيل يده على السطر. طيب، أجي أعيد له مثلا أقول له يلا نسوي خط واقف مو صغير مو كبير، وصلنا عند النقاط يلا نمشي على النقاط نسوي خط نايم برضه مو صغير مو كبير. طيب، اكتب أنا هنا بدون تنقيط صف، صفين، 3 صفوف، وأجرب ولدي. طيب، إذا شفت ولدي والله أتقن الحمد لله، ما أرجع خطوة وراء. يعني ولدي صار يعرف يكتب حرف الدال بدون تنقيط، لا ترجع لعند التنقيط، خلاص ولدك تقدم خطوة لا يرجع وراء. طيب، والله ولدي كتب ما شاء الله الورقة كاملة، صار يعرف يكتب حرف الدال مجرد بدون تنقيط. طيب، أجي عند الدال اللي قبله إيش متصل،
نفس الكلام، أنا أكتب قاعد أقول له إيش قاعد أسوي. النقطة هذه الخضراء أو النقطة الكبيرة هذه اللي نحط القلم فيها، يلا يا بابا نمشي على النقاط مضبوط، بعدين نطلع فوق، يلا انزل من نفس الخط، لا تشيل يدك، شوف أنا ما شلت يدي، بعدين امشي على النقاط هنا، الخط النايم، شوف صار عندي خط واقف مو كبير مو صغير، وخط نايم مو كبير مو صغير، خلصت أنا أشيل يدي. طيب، وقاعد أعيد له مثلا، عدت له أنا في ورقتي كاملة خمسة حروف الدال اللي قبلها متصل، يلا أنت قلدني، يلا شوف أنت صرت تعرف تكتب زيي، والله ولدي كتب الحمد لله. أجي أكتب له أنا هنا، أنا أكتب أولا، أكتب له حرف الدال متصل ما قبله بدون تنقيط، يلا امشي على النقاط، بعدين اطلع فوق، اسوي خط واقف مو كبير مو صغير، يلا انزل من نفس الخط، وصلت عند النقاط، يلا امشي على النقاط وبرضه سوي خط مو كبير مو صغير، خلصت يلا شيل يدك، ممتاز، انت ما شلت يدك الا لما خلصت. واكرر، بعدين اجرب ولدي، اتقن ولدك، ثبت المهاره. طيب كيف اثبت المهاره؟ خله يكتب هنا بدون تنقيط ورقه ثنتين ثلاث، طيب علشان ارسخ المهاره عند ولدي. واحد يقول والله ولدي ما اتقن، عيد الورقه وعيد من عند التنقيط، الحرف مجرد، بعدين جرب اكتب قبله بدون تنقيط، وهكذا. وفقنا الله واياك.